تعال اقول لك بقى على احسن طريقة تعمل بيها المبكبكة الليبية او المبكبكة البدوية. على نار متوسطة هنجيب الطاسة بتاعتنا وبعدين نحط مكعبين زبدة وبعدين ننزل عليهم بشوية زيت، وبعدين ننزل عليهم بمكعبات لحمة كده نديهم تشويحة ونشوح اللحمة كويس، وعلى ما اللحمة تتشوح هنفرم بصلتين وننزل بيهم مع اللحمة، وبعدين نجيب فصين توم ونقطعهم قطع كبيرة وبعدين نرميهم معاها ونسيبهم بقى يتعصجوا في قلب بعض، وننزل عليهم بمعلقة صلصة نقلبهم كويس كده في قلب بعض، ونجيب التوابل بتاعتنا هنحط عليهم شوية ملح شوية كمون وشوية فلفل وشوية توم بودر وشوية بصل بودر وشوية بابريكا ورقتين لورا مع شوية بهارات لحمة وشوية بهارات مشكلة لو موجودة عندك، وبعدين نقلب كل ده على بعضه ونغطيهم شوية على ما نجهز الصلصة بتاعتنا. ننزل بقى بالصلصة سواء كانت صلصة أو طماطم مضروبة في الخلاط، ونسيبهم بقى مع بعض كده في قلب بعض شوية، ونسيبها تغلي براحتها على نار متوسطة لحد ما اللحمة تستوي. وأول ما اللحمة تستوي هننزل بالمكرونة بتاعتنا، ويستحسن تكون مكرونة مش صغيرة. هنسيبها تغلي بقى مع نفسها شوية، نحط عليها قرن شطة كده عشان يخلي الصوص بتاعها حامي شوية. هنسيبها تغلي شوية وكل ما المية بتاعتها تنقص هنزودها لحد ما المكرونة تستوي. هي اسمها مبكبكة عشان تقعد تبكبك كده. هنغطيها بقى شوية وبعد 10 دقايق تقريبا هتطلع معاك بالشكل الجامد ده. لازم تسيبها كده فيها الصوص بتاعها ومش لازم ينشف لأن هي أصلا لازم تبقى بالصوص ده. ممكن تعملها بلحمة وممكن تعملها بفراخ وممكن تعملها من غير أي حاجة خالص بمرق الدجاج بس، وممكن كمان تخليها تقيلة عن كده أو تخلي الصوص أخف شوية وتبقى فيها مرقة أكتر من كده. بس طبعا طعم اللحمة بيخليها في حتة تانية خالص، وقرن فلفل حامي ده كمان بيديها كده سنة كده سبايسي بتبقى طعمها جامد أوي. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامدة جدا، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة. اشوفكم في فيديو جديد وتجربة جديدة ان شاء الله.